احذروا من ضيف زيتون اليوم. بس يعني مو هالقصة، يعني عادي ناويين كلياتنا نعمل يعني فرقة إن شاء الله، شغلة بلدية كأني عايش مع الناس. أبو باسم ملك الإعلانات. حمص. أبو باسم وطريقته التسويقية الفريدة العجيبة هو حديث السوشيال ميديا من يومين ولهلأ، خاصة بعد فيديو الفيزون أبو الميت إكس والكنزة المدحرجة. أبو باسم بيسوق بطريقة طريفة جدا ومتابعينه صاروا كتار. أول إعلان كان بال 2013، ما بتذكر إذا ضرب، بس يعني كانت العالم تشوفها شغلة غريبة. يعني بعدين قلدونا بالأردن، كان بلدي كثير وحبيت الطريقة والناس حبتها وضرب. يعني وقتها ضرب، يعني مالي راكد على الشهرة هي اللي اجتني الحمد لله رب العالمين. وأبو باسم فجر مفاجأة لزيتون، عم يحضر ليعمل فرقة. لما الشاب اللي عم يشتغل معي عم يشوف انه القصة حلوة، في كوميديا، في الزلمة هذا مرح كثير، لك ايه بدي انزل معه، ما في مشكلة. حتى ناويين كلياتنا نعمل يعني فرقة ان شاء الله. اللي بيشتغلوا معي كثير بيحبوني وبحبهم وبنتعامل على هذا الاساس. يعني ما في انه والله تعالوا قيموا وحطوا حسسوا انه هو موظف، لا. انا بشكل عام نحن كلياتنا فيك تقولي مشروع خيري. يعني عم بتضحكي الزلمة وعم يجي ويشتري وما في حدا عم يخورفه، فايه زادت مبيعاتنا بس، ولكن يعني ما في هداك الربح. يعني انا الحمد لله دائما صيف، يعني مرح باذن الله تعالى مع الكل والله، ودائما هلا بالكاميرا وبقفا الكاميرا. وأبو باسم شاركنا شوي من كواليس تصوير إعلاناته. هي ليك بتشوف هاد فتح هيك صح انت ايه حلو يلا هيك هيك كل شيء. نتمنى لأبو باسم التوفيق، وبالأخير بدنا نقول إنه عن جد ما في أهضم من السوريين ونهفاتهم اللي ما بتخلص.